فاكرين شباب اونلاين؟ في 2002 اتعملت تجربة من أكتر التجارب المهمة والمؤثرة في تاريخ الإنتاج التلفزيوني المصري. شايف حاجة تجنن. الوصف ده ممكن يكون صادم شوية أو يبان تهويل، وأنا متفاهم. ففي الظاهر شباب أونلاين مجرد مسلسل لذيذ في أوائل الألفية الجديدة، ممكن يعجبك وممكن لأ، مش حوار. لكن يا عزيزي المشاهد، في الفيديو ده هنعرف حاجة، إن الظاهر خادع. لما تعرف معانا الرحلة كاملة هتعرف إن شباب أونلاين عمل محوري في تاريخ الإنتاجات المصرية التلفزيونية بدون تهويل، بدون أفورة. وده مش لسبب واحد أو اتنين، ده لعدة أسباب متشعللة. منك لله يا علي. شباب اونلاين التجربه الثوريه اللي حاربت كل الجهات عشان تطلع للنور، كان اول مسلسل سيت كوم مصري على الاطلاق. بس هو يعني ايه سيت كوم؟ ممكن توضح اكتر؟ فاكرين الرحله اياها اللي خدناها في فيديو سوبر هنيدي؟ هنطلعها تاني ونروح على امريكا، بس المره دي في الخمسينات. وفي ذروة الانتقال من الراديو للشاشة مع دخول التلفزيون معظم بيوت الطبقة المتوسطة، But with a Westinghouse television set like this beautiful 21-inch console, شهدت صناعة الترفيه الأمريكية إعادة هيكلة كاملة وظهور أكتر من فورمات جديد، من ضمنهم السيت كوم، اختصار لسيتويشنال كوميدي أو كوميديا الموقف. فالسيت كوم هو مسلسل كوميدي بلوكيشن ثابت وأبطال ثابتين، والحلقة هتبقى بزمن لا يتعدى ال 22 دقيقة. تطور الشخصيات أو تغييرهم بيبقى شبه منعدم، كل حاجة لازم ترجع زي ما كانت في آخر الحلقة أو آخر كل كام حلقة. طبيعة السيت كوم بتتطلب استقرار دائم، نفس المكان نفس الأشخاص. أفضل تركيبة اجتماعية تنفع لفورمات الاستقرار في السيت كوم هتبقى هي نفسها رمز الاستقرار في المجتمعات، العيلة. فكر فيها، العيلة بيقعدوا في نفس البيت، العيلة أفرادها ما بتتغيرش لفترة طويلة جدا من الزمن، والعيلة آخر كل يوم أو كل كام يوم لازم يرجعوا زي ما كانوا بالظبط في بداية الأحداث. Well, thank God everything's back to normal. مواصفات لايقة بالملي على السيت كوم، وده أنجب لنا أشهر وأكتر نوع كوميديا مؤثرة في تاريخ التلفزيون العالمي، فاميلي سيت كوم، سيت كوم العيلة. All the great sitcoms are about family. سيت كوم العيلة هو يعتبر أنجح الاستنباطات التلفزيونية والأطول بقاء في تاريخ صناعة الترفيه التلفزيوني في العالم. They were, at one time, the most financially successful and best-loved shows on broadcast TV. فهو قعد أكتر من 50 سنة مسيطر على الكوميديا التلفزيونية في أمريكا، أكتر من 50 سنة. شكل ثقافة الشارع وكان محط حديث الناس في الحياة اليومية الغربية وبالأخص الأمريكية. It's amazing to sort of track the history of the family sitcom because you can really see so much about culture throughout the years. سنة 1983 من كتر أهمية التصنيف، لما السيدة الأولى الأمريكية نانسي ريغان حبت توجه رسالة تبع حملتها ضد المخدرات، ظهرت في سيت كوم اسمه Different Strokes عشان تضمن إن رسالتها توصل لأكبر قدر من الجمهور. I hope I'm not disturbing you. I'm Nancy Reagan. Yes, you certainly are. مفيش كلام ممكن يوصف تأثير السيت كوم على صناعة الكوميديا التلفزيونية حوالين العالم كله غير بتأثير خيالي. وسيت كوم العيلة كان البداية والأكثر شهرة ونجاح، ولكنه فتح باب قوي لظهور أنواع كتير جدا من السيت كوم، ومعظمهم نجح نجاح كبير، منهم النوع اللي هيغير حاجات كتير وهيبقى بداية حكايتنا في مصر، سيت كوم الشباب. رجعنا من امريكا وعرفنا كل ده عن السيت كوم، ولما وصلنا مصر بالسلامه اكتشفنا حاجه. في الفتره اللي كان فيها مئات السيت كوم حوالين العالم، مصر كان عندها صفر سيت كوم. محتاجين ده يتغير، وكان في ناس معينه عندها فكره وطموح انهم يغيروا ده. الاقتصادي والمنتج هشام توفيق، وعايزك تفتكر الاسم ده كويس واوعى تنساه عشان هنرجع له كذا مره. ومخرجه البرامج الشابه اللي ما اخرجتش اي عمل فني قبل كده، هالة خليل. بس كان في مشكله اكبر من خيال اي حد، وده يرجعنا للسبب الاول لاهميه وتاثير شباب اونلاين على صناعه بالكامل. ازاي تدخل السيت كوم للسوق المصري؟ تبان في الظاهر سهله، ولكن ارجوك عزيزي المشاهد ما تنساش اللي قلنا عليه، الظاهر خادع. لا، هفضل احبك لاخر العمر، اخر العمر يا منى. تترات النهائي. ايه تترات؟ السيت كوم كان اغرب حاجه ممكن تقترح تعملها وقتها. المنتجين والموزعين مش فاهمينه، الجمهور اغلبيته ما سمعش عنه ولا مهتم كفايه بالاجنبي. سيت كوم، ايوه تمام. احنا طبعا رايحين مش عارفين ايه السيت كوم ده يعني، بس احنا الناس كانش بيتقال ساعتها مش عارفين. وتقنيا قليل قوي اللي عارف السيت كوم بيتنفذ ازاي، بيتكتب ازاي، ولا ايه مقوماته. ايه اللي يخليك كجهة انتاج او توزيع تحط فلوس في حاجة ممكن ما تعرفش اساسا تنفذها فنيا، او مش عارف تتخيل نتيجتها ورد فعل الجمهور عليها، في نفس الوقت اللي انت عندك فيه الاستنباط الكوميدية اللي محققة نجاح بالفعل والجمهور عايز اكتر منها؟ بصراحة انا ما كنتش استحقك. عندك حق. ايه؟ حاجة ما تدخلش العقل لو حطيت نفسك مكان الجهات دي، بس كان في حل او تحايل. يا ابني قصدك ايه بالظبط؟ وهو التمصير. تمصير واحد من اشهر مسلسلات السيت كوم في العالم، فريندز.
ناس كتير اعتبرت ده كسل او عدم رؤيه انك تجيب تجربه وتمصرها، خصوصا واحد من اشهر مسلسلات العالم. ولكن استحملني مره كمان، ده الظاهر خادع. I like that. فتمصير عمل قائم بالفعل كان حل المشكله عويصه، مش مجرد كسل. والمشكله هي ازاي تدخل السيت كوم في مصر. اسلم حل يبقى عندك حاجه ملموسه تعرف من خلالها تاخد ريفرنس او دليل او كتالوج للتجربه الجديده دي. ساعتها يبقى عندك فكره كويسه عن ازاي بيتعمل، ايه نقط قوته، وايه ممكن تحسنه او تغيره للجمهور المصري. وبالتالي هتلاقي جهات عندها فكره هتحط فلوس في ايه، ويبقى عندها الاريحيه انها تديك اشاره البدء. ده مش هيضمن نجاح العمل، ده مجرد خطوه اولى ومحتاج جهات طموحه وجريئه تتبناه، ولكن على الاقل عندهم اسس للقرار ده مش عمياني. وفريندز كان اختيار هايل. خطط، سيطر، قرر. لان العمل الاصلي قائم على الطاقه الشبابيه، وده ينقلنا لاهم نقطه في شباب اونلاين. السبب الثاني اللي هيخليه علامه في الفن المصري لا يمكن اغفالها. لاول مره على التلفزيون نشوف كاست رئيسي بالكامل من شباب صغيره، منهم اللي ما شاركش في ولا عمل قبل كده، زي مقدم البرامج الجديد امير كرارة في اول عمل ليه. ده كان اول حاجه كنت اعملها في حياتي. ومقدمة البرامج الجديدة بشرى في أول عمل ليها. اللي انت عامله في نفسك ده بالاشتراك مع الوجوه الصاعدة لقاء الخميسي، أحمد الفيشاوي وشريف حمدي، اللي كانوا بدأوا مسيرتهم 2 3 4 قبل شباب أونلاين. وأكتر الكاست خبرة كانوا الراحلين العظماء علي حسنين وخالد صالح. يا زياد تعالى يا زوزو. ومش بس الكاست الرئيسي اللي كان شباب اونلاين من اوائل تجاربه، الاخراج والانتاج والتاليف كلهم شباب لم يسبق لهم العمل في المسلسلات قبل كده او سبق لهم تجارب معدوده. تجربه عمل شبابي صرف ممكن تفكرك باوقات فراغ، اللي على فكره اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده، لكن برغم التشابه الظاهر اقولها تاني ولا انت حفظتها؟ اوقات فراغ كان اخراج مخرج مخضرم زي محمد مصطفى، وبرغم ان ده كان اول فيلم من اخراجه لوحده، ولكنه كان مساعد مخرج مع اكبر مخرجين مصر لمده 20 سنه، وانتاج منتج محترف زي حسين القلة، وتوزيع اكبر شركه توزيع في مصر الشركه العربيه. حتى اغنيه الفيلم كانت كلمات عبد الرحمن الابنودي وغناء مروان خوري. نلف في دواير والدنيا تلف بينا. يعني اوقات فراغ بكل الشباب اللي فيه كان وراهم عصب فني وانتاجي شديد ومهول. ناس مجتهده جدا، استاذ حسين القلة، استاذ محمد مصطفى، ناس يعني كبار قوي. وفوق ده كله جه 4 سنين كاملين بعد شباب اونلاين، بعد ما الناس استوعبت فكره ان شباب تقوم باعمال لوحدها مش مستحيله. انما شباب اونلاين ما كانش عنده اي حاجه تسنده. يا جماعه ماليش نفس اعيط النهارده يعني. الفكره نفسها ما اتعملتش في البلد كلها قبل كده. الكاست كله من اوله لاخره، من اصغر دور لحد اكبر راس، كلهم نسبيا شباب، وتجاربهم تتراوح من محدوده لمعدومه، مع بعض الاستثناءات القليله اكيد. ده يخلي شباب اونلاين عمل كلمه ثوري قليله عليه، فهو دخل لسوق التلفزيون المصري 5 مواهب جديده في دور بطوله، تصنيف السيت كوم من بابه، فكره الاعمال الشبابيه 100%، كل ده دفعه واحده. لو دي مش ثوره فنيه معرفش نسميها ايه. وما اظنش ان فيكي حد يا مصر بيعرف يعمله زي ما انا عمله. بس هل السوق كان جاهز يستقبل ويتفهم الثوره الفنيه دي؟ المشكله الكبيره اللي قابلت شباب اونلاين ان اجابه السؤال ده كان لا. في 2002 اكبر جهه توزيع تلفزيوني في مصر كان التلفزيون المصري نفسه. لما المنتج هشام توفيق راح يعرض عليهم العمل، الرفض كان حاد وفوري وعنيف. هو هشام لما راح عشان يبيعوا التلفزيون ما رضوش ياخدوه، يعني قالوا انت مجنون، ايه اللي انت جايبه ده؟ انسى، يعني ايه مفيش نجم نبيع بيه؟ وايه حوار السيت كوم ده كمان؟ والحلقه دي قصيره كده ليه؟ ستوب يا ابني. ده كان هيؤدي لنتيجه مأساويه للعمل، ان المسلسل يتحط على الرف وما نشوفوش على الاقل في وقتها. ده كان شيء محبط فوق الوصف. واحب افكرك ان في 2002 الدش كان لسه داخل البيوت من مفيش وسوقه محدود، لكن استاذ هشام توفيق ما استسلمش للاحباط. وبرغم حجمه واهميه التلفزيون المصري، كان في جهات تانية خاصه مستعده تدي فرصه وتراهن، وفي حاله شباب اونلاين الجهه دي كانت قناه LBC اللبنانيه. وبعد كل تحديات العمل والشباب الجديده والكونسبت اللي لسه بنجربه وحرب مع اكبر جهه توزيع في البلد، شباب اونلاين نط الحواجز وجاهز للعرض على LBC، واحنا كمان جاهزين نشوفه. بص الجبروت والوحشيه، بص الوحشيه يا اخي. المسلسل نجح بشكل جبار. لو حطيت في الحسبان ان مفيش ولا اسم مشهور، والعمل اترفض من اكبر جهه توزيع في البلد، وكمان هيتعرض على فضائيه لبنانيه باقل دعايه في السوق الرئيسي للعمل وهو السوق المصري، عشان يبقى شباب اونلاين درس كبير لاي عمل هيجي بعده. لو بتقدم حاجه جديده ومختلفه، الطريق مش هيبقى سهل، فما تيأسش. العمل ده كان مكتوب له الفشل من قبل ما ينزل، ولكن حقق نجاح لا يمكن وصفه الا بانتقامي، مش بالمعنى السلبي والمعتاد، ولكنه انتقام لكل مجهودات الشباب ومجهودات الانتاج من الظروف القاسيه اللي تعرضت
اتعرضت ليها اول تجربه سيت كوم مصريه واول تجربه شبابيه خالصه في مصر. حتى الصحافه بعد عرض المسلسل هاجمت التلفزيون المصري بشده لانه رفض المسلسل وفوت سبق كبير. وبعد عرضه على LBC لاول مره كنا نقدر نشوف لو ادينا فرصه لصغار المواهب اللي ممكن ما يبقى لهمش اي تجارب سابقه ممكن نطلع بايه. ايه هيبقى شكل العمل ده؟ صدق او لا تصدق، احنا ما كانش عندنا اجابه للسؤال ده لحد شباب اونلاين، وده يبين اهميته في التاريخ المعاصر للتلفزيون المصري. تمصير تجربه السيت كوم نفسها كان في منتهى الذكاء والوعي لاختلاف السوق الام للتصنيف امريكا عن السوق المصري. الجدير جدا بالذكر ان المخرجه هالة خليل هتبقى لاحقا من اشد اعداء التمصير للاعمال الاجنبيه. تعمل افلام على النمط الامريكي وده مش ذوقي خالص، ان احنا مش امريكان ولا شبه الامريكان في اي حاجه. ما عندناش فكره كامله عن رايها الحالي في تجربه شباب اونلاين، بس سواء بقصد او من غير، استاذه هالة خليل كانت من اسباب صنع تجربه من نوع خاص جدا وتقديم تصنيف جديد على التلفزيون المصري وهو السيت كوم. ومش بس كده، فهو اتعمل باتساق تام مع الفورمات الاصلي الامريكاني من غير ما يغيروا في صلب تصنيف السيت كوم او يبوظوه. فلسه عندنا اهم اركان اي سيت كوم، في افتتاحيه للحلقات، الظاهر هو داخل عليها، اماكن تصوير ثابته في كل حلقه، سواء مصنع كريكور او الكافيتيريا او بيوت الشخصيات، هي كل حلقه شخصيات ثابته كل حلقه، هم الخمس صحاب بشخصياتهم المميزه. ليليان كريكور مديره مصنع كريكور اللي بتقوم بدورها بشرى، وكان جده عزيز بيحب السينما طحن. فريد وفريده اللي بيقوموا بدورهم امير كراره والقاء الخميسي، الاخوات اللي فوق روس بعض. انا برضه بقول كده. زياد الرخم اللي هيقوم بدوره شريف حمدي. لو كحلوشي مش قدام التلاجة يبقى حبيب قلبي جعان وعايز ياكل. وعلي اللي هيقوم بدوره احمد الفيشاوي، ولاحقا رياض جوهر. قعد يقول لي لو مشي ولو مشي. عاجبك الورطه اللي حطيتونا فيها دي؟ والصف التاني برضه ثابت. عندنا شاكر عامل البوفيه اللي يعتبر من اهم واحلى ادوار المسلسل اللي قام بدوره رامي فؤاد. هو انا وقعت في عصابه ولا ده كان اكتر دور علق مع الناس وقتها، رغم انه ما كانش من الابطال الخمسه. انا النظام ده ما ينفعش. بعد كده هو طقم كوبايات ازاز بودان الكل هيشرب فيه. الراحل خالد صالح في دور ابو زياد الغني اللي فرض ابنه بالعافيه. تخصصك ايه؟ بتاع نفس الشخصيات، نفس الاماكن، هم في كل حلقه. فاكرين قلنا ايه في الاول؟ استقرار الشخصيات والاماكن. الاستقرار ده اتلخبط شويه لما انفصل احمد الفيشاوي عن المسلسل في الجزء الثاني وحل مكانه رياض جوهر اللي كمل مكانه بسلاسه كبيره، ومع مرور حلقه ولا اتنين هتلاقي الاستقرار رجع تاني. من الاخر السيت كوم اتنفذ بنفس الفورمات الاصلي بالظبط وباخراج مميز من استاذه هالة خليل، وبرغم عدائها للتمصير فهي عملته بشكل هايل. وعلى عكس ما ناس كتير فاكره، العمل مش نقل حرفي لحلقات فريندز، نوع الكوميديا نفسه اكيد اتمصر. كان سعيد بيحب يصحى بدري قوي ومفيش حاجه بتصحيه غير كوبايه الشاي بالحليب. فريندز العمل الاصلي قائم تماما على الثقافه الغربيه والكوميديا الامريكاني اللي ما كانتش هتبقى مناسبه لجمهور المنطقه تماما. فالتمصير هنا كان في حد ذاته مهمه كبيره، لانك تخلي الفورمات كله مصري بمواضيع حلقات وسيناريو مستقل عن العمل الاصلي. وده سبب تاني يبرز لك اهميه شباب اونلاين اللي احنا بنحاول نوصلها لك. ومش بس كده، دي كانت اول تجربه مصريه فيها اصوات ضحك للجمهور او لاف تراك. ثانية واحدة، أنا نسيت أقول لك إن من أهم مواصفات سيت كوم أمريكا لمدة استمرت حوالي 50 سنة هي اللاف تراك، أصوات ضحك للجمهور على كل النكت والمواقف في مسلسل تلفزيوني. كونسبت غريب ومريب على الكوميديا التلفزيونيه المصريه، وكان من اهم اسباب صعوبه توزيعه ورفض التلفزيون ليه. ولو فكرت فيها في 2002 التجربه فعلا مخيفه. فكره اصوات ضحك للجمهور نفسها اتمصرت وكانت مختلفه تماما عن الشكل الاصلي ليها. من اهم علامات السيت كوم الامريكاني هي الوقوف للضحك او pause for laughter، وده طقس مسرحي اكتر ما منه تلفزيوني، وحرفيا بتبقى مكتوبه في الحوار بتاع الحلقه. قول النكته before Pink Floyd comes out. استنى الضحك. تمام. حلقة من فريندز ممكن توصل من أصل ال 22 دقيقة 5 دقايق كاملة لأصوات ضحك الجمهور فقط. I was left with 5 minutes and 20 seconds. Over 25% of the episode has no dialogue in it, no substance at all. تقدر تتأكد بنفسك إن كوميديا العمل الأصلي معتمدة بشكل كبير على اللاف تراك لو شلته خالص من مشاهد. لو كان ده اتعمل في مصر اقدر اقول لك شباب اونلاين ما كانش هيصمت حلقه واحده. فكره انهم يحطوا لاف تراك نفسها كانت مخاطره كبيره، فاقل واجب هو تعديلها، فما كانش فيه اي وقوف للضحك غير في نقل المشاهد.
الضحك ما كانش طويل او مبالغ فيه، ولما بيطول المشهد ما بيقفش عشانه بل بيكمل فوق ضحك الجمهور عادي. يعني اللاف تراك مش مؤثر على رتم العمل ولا داخل في تكوينه، على نقيض العمل الاصلي تماما اللي اللاف تراك بيبقى مهم فيه لدرجه انه بيتضاف في الحوار المكتوب. وبرغم التعديلات الجوهريه دي اللاف تراك اتهاجم بشده من الصحافه والجمهور، فالمسرحي العملاق فيصل ندى وصفه بالاستظراف والضحك المصطنع، ودي وجهه نظر كتير اجمعوا عليها. فهو مازال شيء غريب جدا في الاعمال المصريه، بل كمان مش مفهوم لان ما عندناش تاريخ يفسره على عكس الامريكان. يعني كان مجرد التزام بالفورمات الامريكاني عشان ما نبوظوش اثناء تمصيره، وبالمره نجرب حاجه جديده. ولكن على الاقل التعديلات اللي قلناها خلت اصوات الضحك ما تبقاش مشكله قوي، بل بتضيف طعم مختلف للعمل وهتتعود عليها بعد حلقه او 2. كابتشينو يا طنط، اعملها كابتشينو، اعملها جنزبيل. لو لسه مش مقتنع ان شباب اونلاين عمل ثوره في الكوميديا التلفزيونيه في مصر، خلينا اديك سبب تاني. العمل استمر جزئين كانوا بمثابه خطوه بدايه لاسماء عملاقه دلوقتي. بس المسلسل ده على فكره ده قدم جيل كامل بشكل اقرب للخيال. معظم اللي شاركوا في شباب اونلاين حتى ما وراء الكواليس في خلال عقد من عرضه هيبقوا من انجح الاسماء في المجال الفني في مصر. وشباب اونلاين هيبقى الافتتاحيه لمسيره ال5 نجوم، بشرى والقاء الخميسي واحمد الفيشاوي وامير كرارة وحتى شريف حمدي اللي برغم اختفائه الحالي كان كوميديان جميل جدا لفتره طويله. وبعيدا عن فريق التمثيل هتلاقي الاستاذه هاله خليل والاستاذه كامله ابو ذكري اللي كانت مساعد مخرج. في الكتابه اسماء كبيره جدا جدا شاركت فيه كاول تجربه او من اوائل التجارب، زي تامر محسن، عمر طاهر، عبد الرحيم كمال، ناصر عبد الرحمن. ونجوم كوميديا كبار بالاخص في الجزء الثاني شاركوا في العمل كضيوف شرف في اوائل ادوارهم على الاطلاق، زي بيومي فؤاد. انت تعرفي ان اول مره امثل في حياتي فيديو مسلسلات او كان معاكي شباب اونلاين. يا راجل اتكل على الله وشوف مصلحتك فين، خش يا كبالة. واحمد مكي. وفجأة الأنسة زيادة دستني بعربيتها وبهدلتني خالص، ومع ذلك أصرت تاخد 100 جنيه تعويض. وخالد الصاوي. انا عملت معاكم حلقه. انا بعد اذنكم يا شباب هحتاج نت لغايه ما يجي عبودي. وكمان تامر حسني. وضيف عليهم محمد شاهين، ياسر الطبجي، حسام داغر، ودي مجرد عينه. لستة ضيوف الشرف اللي افتتحوا مشوارهم بشباب اونلاين طويله، ولكن التحول الاكبر بعد ترانزيت النجاح ده ما كانش لاي حد من الفريق الفني، بل كان لاسم طلبت منك ما تنساهوش بتكرار، هشام توفيق. بعد ما عملنا المسلسل ده كان انتاج راجل محترم اسمه هشام توفيق، او خلينا نقول معالي الوزير هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام المصري لمده 4 سنين من 2018 ل 2022. فهذا الاقتصادي اللي راهن على شويه شباب مالهمش اي تجارب وتحمل كميه مطبات ومعوقات قدامهم وقدام العمل، بعد 17 سنه لما يظهر تاني للجمهور هيبقى في منصب وزير. تكت فيديو كان اسمه شباب اونلاين في سنه 2001. ده سيت كوم. ده سيت كوم. انت تقريبا اول حد عمل سيت كوم في مصر. تقدر تقول على العمل تميمه حظ، ولكن شباب اونلاين بيثبت ان التجارب الجديده مش وحش مخيف ولا فشل اكيد، بل باب لابداع حقيقي بيوسع مدارك الكل من اول الجمهور لحد فريق العمل وجهات الانتاج. بعد نجاح فكره شباب اونلاين، الفكره اللي كانت جنان ومرفوضه من كل الجهات بقت اشهر انواع الكوميديا في مصر لكام سنه قدام، بكميه اعمال مهوله من السيت كوم تغزو الساحه الفنيه المصريه. والسيت كوم المصري يطلع لنا مواهب جديده هتبقى نجوم صف اول. من غير السيت كوم ما نعرفش كنا هنشوف اتش دبور ولا لا، يو 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 يو، ولا رمزي ودوله، وهم يسهروا طول النهار وانت تنام طول الصيف، وانت هتترفد طول الشتاء. غور يالا. عشان تكون خطوه شباب اونلاين اول سيت كوم في مصر غيرت مسار وشكل الكوميديا في البلد لسنين قدام، واتاحت فرص لمواهب فنيه انها تطلع على الساحه في ادوار عاشت وهتعيش سنين. بس تصنيف السيت كوم هيجي لنهايه حتميه سريعه بعد صعوده اللي برضه كان سريع، وده عشان ببساطه السيت كوم بالشكل ده كان انتهى حوالين العالم، فبقت كوميديا السيت كوم بالشكل القديم واصوات الضحك موضه قديمه، والكوميديا شكلها اتغير واتعمل لها 3-4 ابديتس غيرت شكل التصنيف تماما. يعني احنا جينا بعد ما الحفله خلصت. شباب اونلاين العمل وش السعد على كل اصحابه، هيفضل مسجل بانه البدايه لحاجات كتير، بدايه لعالم السيت كوم المصري، بدايه مهمه جدا في الاخراج والتمثيل والكتابه وحتى الانتاج وتنفيذه، هيبقى سبق مهم في عالم التجارب الشبابيه في مصر، وهيوثق للابد اننا ممكن ندي للشباب فرصه لانهم يستاهلوا. لو عجبك المحتوى ما تنساش الاشتراك لانه اكبر دعم لينا اننا نستمر. الذكريات ما بتخلصش واللي جاي احلى. اراكم على خير.